السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة اللي كنتمنى من الله عز وجل أنها تنال الإعجاب ديالكم. إخواني، الموضوع ديال اليوم إن شاء الله غادي نخصصوه لواحد اللمحة عن تاريخ العمل النقابي في المغرب. كما كتعرفوا أن اليد العاملة كتعتبر من العناصر المهمة لحركة العجلة الاقتصادية، وتتجلى أهمية هذا العنصر من خلال عاملين اثنين. العامل الأول وهو وظيفتها الإنتاجية، والعامل الثاني هو حجمها العددي. هاد العاملان كيمنحوا اليد العاملة أهمية محورية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد، غير أن تعارض مصالح اليد العاملة في علاقتها بمصالح أرباب العمل كيخلق واحد النوع ديال الصراع بين الطرفين. ومن أجل خوض هذا الصراع من واحد الموقع اللي هو قوي، فالعمال كيتكتلوا في إطار ما يسمى بالنقابات. ويمكن تعريف التنظيم النقابي بأنه مجموعة من الأفراد يشتركون في وحدة المهنة بصرف النظر عن تصوراتهم السياسية والإيديولوجية. والمملكة المغربية سارعت من بداية الاستقلال إلى تقنين العمل النقابي من خلال إصدار ظاهرة 24 يوليو 1957 بشأن النقابات، اللي كتعتبر أول مبادرة في هذا الإطار. ثم جاءت الوثيقة الدستورية بعد ذلك لتجعل من العمل النقابي حقا دستوريا. وهكذا نص الفصل الثالث من الدستور على أن المنظمات النقابية كتساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم إلى جانب الأحزاب والمجالس والجماعات والغرف المهنية. كما ضمن الفصل التاسع من الدستور حرية الاختيار في أي منظمة نقابية، غير أن العمل النقابي في المغرب ليس وليد فترة الاستقلال، وإنما يعود إلى مرحلة سابقة، وبالضبط مرحلة الحماية. فالمغرب لم يعرف العمل النقابي قبل سنة 1912، لكن بعد معاهدة الحماية غادي تظهر مجموعة من النقابات وسيست بالخصوص من طرف موظفي إدارة الحماية. وبالتالي فإن العمل النقابي خلال هذه الفترة كان كيغلب عليه العنصر الفرنسي. وهنا غادي يكون تأسيس الاتحاد العام للنقابات الكونفدرالية بالمغرب بتاريخ 5 مارس 1944، بداية فعلية لمغربة العمل النقابي في ظل الاحتلال الفرنسي من خلال انتخاب مجموعة من المغاربة في مراكز قيادية داخل هذه النقابة. وكان الحزب الشيوعي المغربي هو اللي كيسيطر على هذه النقابة، يولي أهمية خاصة للنضال النقابي عكس باقي مكونات الحركة الوطنية اللي هملت النضال النقابي لصالح النظام السياسي. وكيفسر الدكتور البرياش في الكتاب ديالو حول الحركة النقابية بالمغرب إهمال قيادة الحركة الوطنية للنضال النقابي بسبب جذورها الاجتماعية وطبعها البرجوازي، وبالتالي تعارض مصالحها أو لمصالحها مع الطبقة العاملة. غير أن هذا التفسير ربما يغفل كون الحركة الوطنية خلال هذه الفترة كانت لها عدة ملاحظات على العمل النقابي بالمغرب اللي تميز بهيمنة العنصر الفرنسي المستعمر، كذلك ارتباط العمل النقابي بالمغرب بمركزيات نقابية فرنسية، مساندة بعض النقابات لما أسمته الدور الحضاري لفرنسا في المغرب، كما ورد في بيان تأسيس فرع السي جي تي بالمغرب سنة 1930. هذه العوامل كلها ساهمت في عدم انخراط الحركة الوطنية في العمل النقابي من خلال الإطارات النقابية المحسوبة على فرنسا. التطور المهم اللي غادي يكون في الحركة النقابية بالمغرب غادي يكون بتاريخ 20 مارس 1955، تاريخ تأسيس الاتحاد المغربي للشغل اللي كتعتبر أول مركزية نقابية مغربية 100%. ويرى الدكتور محمد الظريف أن حزب الاستقلال هو المؤسس الحقيقي لهذه الحركة النقابية. بعد الانشقاق اللي وقع في حزب الاستقلال وتأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959، غادي تلتحق قيادات الاتحاد المغربي للشغل بهذا الحزب الجديد. الأمر اللي غادي يرد عليه حزب الاستقلال من تأسيس مركزيته النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريخ مارس 1960. غير أن حبل الود بين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
والاتحاد المغربي للشغل سرعان ما غادي ينقطع، باللي رفع الاتحاد المغربي للشغل شعار الاستقلالية في علاقته بالأحزاب السياسية سنة 1961. الأمر اللي رفضه بشدة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ووصف الاتحاد المغربي للشغل بالانتهازية وبالنقابة الخبزية، بفصلها النضال النقابي على النضال السياسي. ومن نتائج توتر العلاقة بين الطرفين خروج مجموعة من النقابات القطاعية، خصوصا قطاع التعليم والبريد، من الاتحاد المغربي للشغل، واللي غادي يكون هي النواة الأولى لتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللي عقدت المؤتمر ديالها التأسيسي بتاريخ 28 نوفمبر 1978. هذه النقابة اللي غادي تستمر بقربها من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حدود المؤتمر السادس لهذا الحزب، اللي غادي يعرف انسحاب قيادة الكونفدرالية، اللي غادي تعرف دورها حتى هي انشقاق أصفر عن تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل القريبة من الاتحاد الاشتراكي. ومن المنظمات النقابية اللي ولات كتلعب دور مهم في المشهد النقابي نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وكيعود التأسيس ديال هذه النقابة إلى سنة 1973 بمبادرة من عبد الكريم الخطيب كقطاع موازي لحزب الحركة الشعبية الدستورية الاجتماعية، اللي غادي يتحول الاسم ديالو فيما بعد إلى حزب العدالة والتنمية. وأسس عبد الكريم الخطيب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بناء على مرجعية إسلامية، وكيتجلى ذلك من خلال رفع الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كشعار للنقابة، بدل الشعار المعروف في أدبية اليسار يا عمال العالم اتحدوا. وبقى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الهامش منذ سنة 1973 سنة تأسيسه إلى حدود 1996 تاريخ التحاق إسلامي حركة التوحيد والإصلاح بحزب عبد الكريم الخطيب. غادي تميز علاقة هذا الطيف النقابي بالسلطة بنوع من التوتر والصدام، وإن بشكل متفاوت بين النقابات، لكن بشكل عام كانت علاقة الطرفين علاقة صراع عنيف. في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الإضراب العام ل 20 يونيو 1981 اللي خلف مجموعة من الضحايا بمدينة الدار البيضاء، والإضراب العام ليوم الجمعة 14 دجنبر 1990 واللي بدوره خلف أحداث مأساوية في مدينة فاس وطنجة. لكن مع منتصف التسعينيات غادي تغير علاقة النقابات بالسلطة، وغادي تراجع الحركات الاحتجاجية اللي كتقودها النقابات لصالح الحوار الاجتماعي، اللي أصبح هو الإطار اللي كتحاول من خلاله النقابات ممارسة دورها الرقابي على العمل الحكومي. أتمنى أن أكون قد وفقت بسرد هذه اللمحة التاريخية حول العمل النقابي بالمملكة المغربية. كل التقدير والاحترام لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى موضوع آخر بإذن الله.